السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد. اليوم نتكلم عن أحد أهم المواضيع الأساسية في علم البرمجة اللغوية العصبية، ألا وهو وجهات النظر أو المناظير perspectives، والتي لها الأثر الكبير في تغيير طرق الإدراك عند الناس، تغيير حياة الناس وإدارة المشاعر والتواصل البناء. لنتعرف على هذا المفهوم بشكل جيد لابد أن نفهم أكثر كيف نفكر وكيف تختلف مشاعرنا تجاه المواقف المختلفة. ماذا يحدث حقيقة في عقولنا عندما نحس بالمشاعر المختلفة ولماذا؟ نحن نفكر ونحس عن طريق المقارنة بين مكونات الذاكرة باستخدام الروابط الذهنية الموصلة بين هذه المكونات، والتي تتضمن الصور، الأصوات، الأحاسيس مثل التذوق أو الملمس أو إلى آخره، بالإضافة إلى المشاعر. بمعنى أن العقل البشري يحتوي على مجموعة من الشبكات الموصلة بين محتويات التخزين، والتي تتضمن المشاعر كما قلنا والصور والأصوات وإلى آخره. فحين نحس لأول مرة بأي شيء فإننا نبني روابط جديدة متعلقة بذلك الشعور أو ذلك الموقف، وحين نحس به لأكثر من مرة فإننا نتذكر تلك الروابط من جديد، وتفعل هذه الروابط لتجلب لنا ذلك الشعور. مثلا تحتوي عقولنا على مشاهد أو صور من الذاكرة أو حتى مشاهد تخيلية تجلب لنا البهجة والسعادة. على العكس قد تحتوي عقولنا على صور تجلب لنا مشاعر سلبية وتعزز تلك المشاعر باستمرار. وهنا تكمن قدرة الإنسان على إدارة هذه الروابط بين كل من الصور والمشاهد في الذاكرة، وبالتالي المشاعر المرتبطة بها عن طريق تغيير زاوية الرؤية لنفس المشهد السلبي لكي يتحول إلى مشهد إيجابي ذا تأثير إيجابي. ومن ثم فإن تغيير الصور القديمة أو استبدالها بشكل جديد أو بصورة جديدة بزاوية رؤية مختلفة في المخيلة أو الذاكرة يؤدي لتغيير المشاعر المرتبطة بتلك المشاهد وبشكل دائم. باختصار، غير زوايا الرؤية في أي مشهد وأعد مشاهدته بالزاوية الجديدة لأي موقف حصل لك، وسوف تحصل على مشاعر مختلفة حسب زاوية النظر الجديدة. ولكن كيف يمكننا فعلا ذلك؟ وهل يمكن فعلا أن نغير محتويات الذاكرة من صور أو مشاهد، أصوات أو مشاعر أو إلى آخره؟ وهل يمكن فعلا أن نتحكم في ماذا نتذكر أو نتخيل وكيف نشعر تجاه هذه المكونات؟ الجواب هنا هو نعم، وبكل سهولة عن طريق استخدام المناظير أو وجهات وزوايا النظر المختلفة، كما سوف نفصل لاحقا في هذا الإطار. هناك نوعين رئيسيين من أنواع المناظير في البرمجة اللغوية العصبية. أولا المنظور المتصل، وهو المنظور المتمثل بزاوية النظر التقليدية باستخدام زاوية رؤية العين الأساسية للشخص الرائي. النوع الثاني وهو المنظور المستقل أو الحيادي، وهو المنظور المتمثل بزاوية رؤية مختلفة، أي باستخدام زاوية رؤية حيادية، زاوية رؤية تمثل شخصا آخر حيادي عن الموقف. مثلا عندما ترى باستخدام المنظور الأول المتصل باستخدام زاوية الرؤية التقليدية أو زاوية رؤيتك أنت، فأنت ترى الآخرين فقط ضمن المشاهد التي تتذكرها أو تتخيلها. ولكن عندما تستخدم المنظور المستقل أو الحيادي
أو ما يدعى منظور المخرج، فلا بد أن ترى كل تفاصيل الموقف، وأهمها أن ترى نفسك ضمن المشهد وبشكل شمولي ونظرة عامة على كل تفاصيل المشهد، كأن ترى أو تتخيل المواقف على شاشة التلفاز بعد تسجيلها من قبل شخص آخر، بما يتضمن رؤية نفسك أنت من الخارج ضمن المشاهد المصورة مسبقا. هنا تكمن قدرات هائلة وتطبيقات كثيرة باستخدام كل من هذه المناظير، وأهمها هي إدارة المشاعر المرتبطة بالذاكرة الصورية في الدماغ. تذكر ذلك، تغيير طريقة رؤية أي شيء يغير في المفاهيم والمشاعر وحتى ردود الأفعال بشكل جذري وبدون أي استثناءات. هنا لا بد لنا أن نذكر أيضا المواقف المعتمدة على الصوت وبدون وجود صور فعلية عند التواصل، مثلا عن طريق الإيميل أو أي وسائل التواصل الاجتماعي. تخيل الأجزاء الناقصة لكي تتمكن من إكمال المشاهد وإكمال المنظور المستقل، وبالتالي الوصول لحالة الحيادية المطلوبة. ولكن ما هي علاقة كل منظور بالمشاعر، وكيف تتغير فعلا المشاعر على نفس الموقف ومع نفس الأشخاص وفي نفس الظروف، ولكن تتغير كل المشاعر فقط بتغيير زاوية النظر للمواضيع؟ من المعروف أن المنظور المتصل هو منظور مرتبط بالمشاعر المصاحبة لزاوية الرؤية لذلك الموقف. ما معنى هذا الكلام؟ هي زاوية رؤية الأنا. زاوية الرؤية تمثل الأنا لكل شخص يرى من هذه الزاوية أو تلك. ماذا تعني هذه الأنا في علم النفس؟ الأنا تحتوي طبعا على المشاعر مثل الغضب والخوف أو البهجة والسعادة والسرور أو إلى آخره، وهي أيضا الزاوية التي تحتوي وترتبط بالغرائز والاحتياجات الأساسية والنفسية للإنسان. بينما على العكس، إذا غيرنا هذه الزاوية واستخدمنا منظورا مستقل، يتخلص الإنسان من تأثيرات الأنا على طريقة تفكيره وطريقة إحساسه بمعطيات الموقف، فيرى الأمور بشكل واضح وحقيقي أكثر وأشمل، وبدون أي مؤثرات قد تؤثر على رؤيته واستيعابه للمواقف ومحتوياتها. فكل ما زاد استخدام المنظور المتصل زادت قوة وحدة المشاعر بالتكرار، والعكس صحيح. إذا ما تكرر استخدام المنظور المستقل زادت قدرة الإنسان على التخلص من المشاعر والمؤثرات النفسية الأخرى المرتبطة بهذا الموقف أو ذاك. مثلا تخيل أن ترى من هذا المنظور في هذا الارتفاع طبعا، فسوف تحس بالخوف من هذا الارتفاع الشاهق لمجرد تخيلك لهذا المنظور، وتبدأ بسرعة للبحث عن أي مكان آمن أو تختبئ بأي طريقة ممكنة لكي تتخلص من هذا الشعور بالخوف. ومن ثم تخيل أنك ترى من هذه الزاوية الآمنة فتحس بالأمان. مجرد تغيير زوايا النظر يجلب لك مشاعر مختلفة. من ثم تعود إلى هذه الزاوية لتعلم أنك تستطيع تغيير وتحكم بمشاعرك فقط بتغيير زوايا النظر. ولذلك عند إدارة المشاعر الإيجابية استخدم المنظور المتصل لكي تتمكن من تقوية وتعزيز وإعادة استخدام هذه المشاعر بشكل إيجابي. على العكس، عند إدارة أي مشاعر سلبية استخدم المنظور المستقل أو المنفصل أو الحيادي عن هذا الموقف. كما سوف نفصل ونتطرق لبعض التطبيقات
لاحقا بخصوص هذه المحاور بشكل مفصل. كيف نطبق هذه المحاور المتصل والمنفصل أو مستقل؟ الأهم على الإطلاق في رأيي كيف نتمكن أن نعيش بسلام تاركين وراءنا كل الذكريات السلبية، للتخلص من هذه الأوجاع، من أوجاع الماضي حتى القديمة منها، التي لا يزول تأثيرها حتى يتم علاجها بهذه الطريقة أو بأي طريقة أخرى. حينها فقط يمكن البدء من جديد وبشكل صحيح. لإدارة الذكريات السلبية، أولا استحضر الموقف من الذاكرة الذي يمثل لك مشاعر سلبية. ثانيا قيم طريقة إحساسك بهذا الموقف مبدئيا. ثالثا أعد مشاهدته من المنظور المستقل، وكأنك تشاهده من جديد على شاشة التلفاز. تذكر بأن ترى نفسك داخل إطار الصور، وكرر مشاهدته وأنت تنظر إلى نفسك في داخل الصورة، وتميز طريقة تفاعلك أنت مع الموضوع وما هو تأثيره عليك. قيم طريقة إحساسك بالموقف من جديد عندما تشاهده بهذه الطريقة. هذا ما يختص بالماضي. الآن ماذا يمكن أن نفعل باستخدام هذه المناظير فيما يختص بالمستقبل؟ لإدارة القلق والتوتر الذي يسيطر على أغلب أفكارنا ويمنعنا من الاستمتاع بأجمل لحظات الحياة، للتخلص من هذا العبء المستمر، أولا تخيل الأحداث المستقبلية التي قد تسبب لك القلق، لا بد من تعريف هذه الأحداث. اثنان قيم طريقة إحساسك بالمواقف، ومن ثم أعد مشاهدة نفس الموقف من المنظور المستقل. انفصل نهائيا عن هذا الموقف المستقبلي، ومن ثم قيم طريقة إحساسك بالموقف مقارنة مع التقييم الأول. وكرر هذه التمارين، شاركها مع الآخرين، انشر هذا العلم، لأن استخدام هذه التقنيات مهم جدا لتطوير الإمكانات التي نتحدث عنها. انتبه، الاستماع فقط لهذه المواضيع ومشاهدة النظريات مشاهدة بدون تطبيق لا ولن يفيدك في أي شيء. لا بد من أن تحاول بنفسك، طبق، استخدم مخيلتك حتى تتمكن من عمل هذه التمرين، ومن ثم قرر بنفسك ما هو تأثير هذه التمارين عليك، حتى ولو لمدة 5 دقائق في اليوم. نذكر هنا أيضا أحد المواضيع المؤرقة بالنسبة للناس، وهو علاج الوسواس القهري وهو الفوبيا. تخيل الموقف الذي يجلب لك هذا الشعور أو عدم الارتياح بسبب الوسواس القهري. مثلا هناك من يخاف من الارتفاعات، فأريدك أن تتخيل أنك تمشي على جسر للمشاة أو تصعد على درج مرتفع بشكل كبير. اجلب هذا الموقف الذي يمثل لك وسواسا قهريا أو يمثل لك شعور الخوف المستمر المرضي. ثانيا أعد مشاهدة نفس الموقف من منظور مستقل، بمعنى شاهد نفسك على شاشة التلفاز وأنت تفعل هذا الموقف وأنت تعيش هذه الصورة، ولكن تذكر لابد أن تشاهد نفسك وأنت في هذا الموقف، لا أن تتخيل أنك تفعل نفس الشيء من جديد وبشكل مستمر. ثالثا أعد مشاهدة نفسك على الشاشة وأنت تشاهد الموقف من منظور مستقل آخر، بمعنى لا بد أن ترى نفسك أولا على شاشة التلفاز، ثانيا أن ترى نفسك وأنت تشاهد نفسك
على شاشة التلفاز. فبالتالي أن يكون الفصل أو المنظور المنفصل متكرر في مرحلتين، المرحلة الأولى والثانية. نذكر أيضا من استخدامات هذه المناظير شيء في غاية الأهمية، لا يمكن أن نتحدث عن المناظير بدون ما نذكر التواصل البناء والحوارات بين الناس. في هذه الحالة يمكننا أن نذكر الثلاثة أنواع للمحاور أو لوجهات النظر. على سبيل المثال، عندما يتحاور اثنان أو أكثر يمكننا أن نطبق هذه المفاهيم على التواصل مع الآخرين وحل الخلافات في عجالة وفي سرعة وفي فعالية كبيرة جدا. يمكن أن تحل أكبر الخلافات مع أي أحد إذا استخدمت هذه الثلاثة زوايا للرؤية. الزاوية الأولى وهي الزاوية التقليدية التي يمكنك أن ترى من زاويتك أنت، فبالتالي ماذا سوف تشاهد؟ سوف تشاهد الآخرين. بالمقابل عندما تستخدم المنظور الثاني الذي هو من زاوية رؤية الآخرين فيجب بالتالي أن ترى نفسك، لأن الآخرين ينظرون باتجاهك أنت. في نفس اللحظة يمكنك أن ترى لغة الجسد وكل التفاصيل التي تصدر عنك، وبالتالي تتضح بالنسبة لك الرؤية من وجهة نظر الآخرين وتصبح أقدر على فهمهم وفهم تصورهم لأهدافهم. والأهم من ذلك يمكنك في تلك اللحظة أن تحس بمشاعرهم بشكل كامل وبشكل جميل جدا. على سبيل المثال، إذا أراد الزوج احترام مشاعر زوجته وأرادت الزوجة احترام مشاعر الزوج، لا بد لكلاهما من تطوير هذه العملية، لا بد من تطوير القدرة على فهم مواقف الآخرين. كيف يمكن ذلك؟ يمكن عن طريق التدريب المستمر بتغيير زاوية الرؤية لكي تعبر عن زاوية رؤية الآخر، وبالتالي تكرار هذه العملية حتى يتمكن الإنسان من تبني زوايا مختلفة في نفس الوقت. ثالثا، كما ذكرنا سابقا، المنظور الثالث هو المنظور المستقل أو الحيادي. فهناك يرى الإنسان كل الموقف بما في ذلك أن يرى نفسه أيضا، وبالتالي يتجنب أي مشاعر مرتبطة بالموقف. إذا رأى من زاويته فإنه يتبنى مشاعره هو أو هي. إذا رأى من زاوية نظر الآخرين فإنه يتبنى مشاعر الآخرين. إذا رأى الإنسان من زاوية نظر مختلفة أو ثالثة أو حيادية فإنه يتبنى مشاعر حيادية تلغي وتقلل، إذا صح التعبير، تقلل جميع المشاعر المرتبطة بهذا الموقف. من الاستخدامات أيضا للمناظير في علم البرمجة اللغوية العصبية يمكننا هنا أن نذكر طريقة التفكير الإبداعي أو الخروج من التفكير النمطي عن طريق تبني محاور مختلفة أو وجهات نظر مختلفة لتحليل نفس الموضوع من قبل نفس الشخص. كيف يمكن ذلك؟ مثلا قامت شركة ديزني للرسوم المتحركة بتطوير هذه الطريقة لابتكار لعمل إجراءات أو طرق معينة لابتكار المواضيع التي تقدمها في إنتاجها الفني، حيث قامت باستخدام 3 شخصيات أو 3 نماذج للشخصيات. أحدهم هو الحالم دريمر، والآخر أتت بشخص آخر ذا شخصية المشكك. الثالث هو الوسط بين الحالم والمشكك، والذي هو أكثر واقعية من كليهما. بالتالي
يقوم كل من الثلاثة بتحليل المواقف من قبل زاوية رؤيته هو أو هي، ومن ثم يعود كل شخص ويحلل نفس الموقف أو نفس الموضوع، ولكن بعد تقمص شخصيات الآخرين. وبالتالي تستمر هذه الدورة حتى تكتمل، فيكون لكل واحد من كل الفريق المكون لهذا العمل قد قام بتحليل الموقف وتبني أفكار الآخرين، وبالتالي لكل واحد منهم يكون قد أحاط بكل المفاهيم ووجهات النظر المتخصصة في هذا الموقف، وعليه يمكن بناء مواضيع مختلفة بدقة أكبر وبموضوعية أكبر وبطرق إبداعية أكثر، لأنه خرج عن إطار التفكير النمطي في هذه المواضيع. هناك الكثير في هذا الموضوع ليقال، ولكن للاختصار نكتفي بهذا القدر. سوف نتطرق إن شاء الله لمواضيع أخرى في دروس لاحقة. كان هذا كل شيء، ترقبونا في مواضيع أخرى. أتمنى أن تكون فعلا هذه المعلومات مفيدة بالنسبة للجميع، وأتمنى أن تعم الفائدة، وأن أكون قد نلت على استحسانكم. تقبلوا تحياتي، أنا هاني عطية. شكرا على مشاركتكم وتشجيعكم المستمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.